أوقف سامي كليب مقدم البرامج تعاونه رسميا مع قناة الجزيرة الفضائية بعد غياب عدة أشهر عن شاشتها، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة السفير اللبنانية. وأضافت الصحيفة أن كليب الذي يجمع بين الاحترافية والانتماء الصريح لقضية المقاومة في العالم أوقف تعاونه مع تلك القناة أسوة بغيره من الإعلاميين ومقدمي البرامج الذين تركوا قناة الجزيرة، ولم تعد خافية أسباب تخليهم عن العمل مع تلك القناة. تلفزيون الدنيا يواصل كشف سياسة التضليل الإعلامي التي تتعرض لها سوريا. دعما لناشطي تصوير المظاهرات مضاعفة الأعداد، خدمة لمتانة لغة تقاريرهم، خيالهم يحلق مع المروحيات. مظاهرات سوريا في أخبارهم، يعرضون وجها ويغيبون آخر. مهنة تصوير المظاهرات في سوريا للهواة انطلقت بقوة في سوريا في الفترة الماضية. كل المهن في سوريا تعطلت وقف سوء إلا مهنة مجموعتين: الهواة من مصوري المظاهرات السورية حقيقية كانت أم مفتعلة، والإعلاميون. فهواة التصوير راكدين وراء المظاهرات ونحن راكدين وراهن من فضائية إلى أخرى للتفنيد والتدقيق وتوضيح الحقائق، ثم تأتي الأيام تواليا لتثبت صوابية ما كنا نفند، وهذه شهادة جديدة. اسمي رياض الراجل، مواليد عربين 1985، طالب في جامعة دمشق، هندسة إلكترون واتصالات، عمل في مجال الكهرباء والتطوير الإلكتروني، ناشط على الفيسبوك. صورت المظاهرات اللي جرت بعربين كافة وارسلتها على الانترنت، ارسلتها على قنوات منها بردة وصفا والجزيرة والوصال وأورينت. بس أنا لما كنت شوفها على التلفزيون اتفاجئ إنه الأعداد عم تبين إنه كبيرة على أساس عم يضخموا الرقم، يعني مثلا يكون 100 هو يكون العدد الحقيقي 100 بس يظهر كأنه 1000 مثلا. اللعب على وتر متانة اللغة وجزالة الألفاظ لتهييج المشاعر واستبكاء القلوب في تقارير هذه المحطة بات لا يقتصر على وضعها في واد بينما الحياد في واد آخر، بل صار في كثير من الأحيان يجنح إلى الخيال ويحلق في الهواء للتعليق على مروحية في السماء، بينما الصور على الأرض لا تسر القلوب. كان مؤيدو النظام وحواره يرفعون علما سوريا بطول 16 كيلومترا على الطريق السريع لمدينة جبلة، حيث خصصت الطوافات هنا لتصوير هذه الفعالية خلافا لاستخداماتها في تظاهرات المعارضين. خدمة لترابط جمل التقرير لغويا، يتم تجاهل أكثر من 1,000,000 سوري توزعوا على طول 16 كيلومترا، هي طول العلم الذي اجتمعوا لرفعه، بينما طار التقرير بنظره إلى هذه المروحية لإيصال فكرة أن المروحيات تستخدم في المظاهرات للقمع، بمعنى أنها تقصف، وهو ما لم يشهده واقع في سوريا، لتضيع بذلك مئات الآلاف أو ربما الملايين المؤيدة في زحمة مشاهد أخرى في التقرير تضج بالعنف والقتل وما شابه. وضمن هذا الإطار لا يعرض على شاشاتهم أيضا إلا وجه واحد للمظاهرات في سوريا، وهو الوجه الذي يوحي بسلمية مطلقة ووداعة مطبقة، بينما يغيب الوجه الآخر تماما، وهو ما يحدث من تخريب وحرق وتدمير، وبالتالي رعب وإيقاف للحياة بشكل كامل في الأماكن التي يخرجون فيها، كما الحال في هذا المقطع الذي صور في حماه. وهنا نسأل: أين الوجه الآخر؟